السلام عليكم حبايب قلب ام يوسف. النهارده بقى معانا العجه المصريه وجمال العجه المصريه. يلا بينا كده مع بعض نشوف عملنا العجه ديت ازاي. معايا كده بصلتين كبار متخرطين بالشكل ده، معايا كزبره وشبت وبقدونس من كل حاجه حزمه، ومعايا 3 معالق دقيق و5 بيضات وفلفل الوان على فلفل رومي اخضر وكوبايه عصير طماطم. معايا البهارات من كل حاجه معلقه صغيره، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمون وكزبره ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. وفي حله على النار كده فيها شويه زيت، وهنزل بقى ابتدي كده ادي تحميره للبصل لغايه كده اما البصل يتكرمل معايا بالشكل ده. تمام كده هبتدي انزل بقى بكوبايه عصير الطماطم. لو حابه الطماطم تكون متقطعه حتت صغيره براحتك، انا بحبها كده تكون معصوره. ومعايا بقى مكعب مرقه اللحمه، ده هيودي معاكي بقى طعم العجه في حته تانية خالص، تحفه. دخلت معانا كده الطماطم كده في تسبيكه، هبتدي انزل بقى بالفلفل كده الاخضر. انا مقطعه فلفل اخضر رومي وفلفل الوان وكمان قرن فلفل حامي كده. اكله بقى بصي حرشه كده تنفع معاكي فطار غدا عشاء اللي انت عايزاه. وفي بوله كده معايا هبتدي انزل بقى بالخمس بيضات اللي معايا، وهبتدي اضربهم كده كويس قوي المضرب اليدوي بالشكل ده. تمام. بعد كده هبتدي انزل عليهم بالثلاث معالق دقيق برضو، وهضرب كده كويس قوي لغايه اما الدقيق بتاعي كده يمتزج مع البيض. حلو قوي كده. بعد كده هقوم نازله بقى بالبهارات كلها واقلب كويس برضو. اخر بقى خطوه معايا هنا اهو، هبتدي انزل بقى بالخضره اللي معايا. تمام. ما تقوليش الخضره كتير، لا الخضره كده حلوه قوي وبتدي معاكي طعم جميل قوي قوي للعجه بتاعتك. اهي كده بقت معايا تمام. بعد بقى ما البصل كده مع الطماطم كده بردوا، اضيفهم بقى، ما اضيفهمش هما سخنين، اتاكد ان هي بردت خالص. بعد كده هبتدي بقى اقلب كل الخليط ده كده كله مع بعضه. بصوا الجمال. بس هي كده معايا بقت جاهزه ان انا بقى انزل بيها في الصينيه بتاعتك كده تكون صينيه صغيره كده بالشكل دوت. وهبتدي انزل بقى بالخليط بعد طبعا ما دهنا الصينيه بدهنه زيت. وهبتدي اسويها كده كويس قوي. طبعا معايا الفرن انا كنت مسخناه من قبلها، بعملها كده معامله صينيه الكيكه بالظبط. وهبتدي بقى ادخلها في الفرن. بصوا الجمال، ما بتاخدش وقت معاكي في الفرن، تاخد لون كده معاكي وتطلع بالشكل ده. احلى عجة كده هتاكليها بألف هنا وشفا. يا رب بقى تجربي الوصفة كده وتعجبك بإذن الله. واوعي تنسيني بقى باللايك والاشتراك في القناة أول مرة تشوفيني عشان يوصلك مني كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. باي باي.